نبدأ مع مدام نادية وتقول ايه يخلينا ما نزعلش. بص يا مدام نادية، هنجيب الزعل ونضربه طلقتين ونخنقه ونسمه ونقتله ونحرق جتته ومش هنزعل. بيك فان ابو حبيبة بيقول لك الصداع ورمضان. بص يا ابو حبيبة، ومن الطريق العلمي ومن الطريق الحنكوشة. ماشي. من الطريق العلمي انت كده كده اصلا بتجوع وبتعطش وما بتنامش كويس. ماشي. من الطريق الحنكشة انت بتقابل اشكال اعوذ بالله، يعني اشكال ما تشافش، اشكال عكرة، فلازم يجيلك صداع. بتشوف شغل عكر فلازم يجيلك صداع. ابو سعيد بيقول برضو بيك فان. تعرف حد من قرية حانوت؟ قرية حانوت دي قريبة مننا وقرية جميلة يعني أنا أعرف شخصيات بس مش عارفها شخصيا. عندك عائلة عبد العزيز، توفيق، أكرم بقى وأحمد توفيق ومهند لاشين، وعندك الطرشوبي حبيبك يعني. سؤال من الطرشوبي ولا طرشوبي؟ ايش طالع حبيبي؟ ده الستار فان بتاعي يعني، واخد بالك انت؟ بيقول لك امتى نركب عربيات يا ولي؟ يا ولي هو انت زهقت من خلاص من ركوب الحمارة؟ خلاص من قدام الترعة زهقت؟ يعني احنا لسه سايبين الحمارة امبارح نركب عربيات بكرة؟ مش ينفع يا ابا. بص يا حبيبي، او ان شاء الله ما نعمل مشروع انا وانت ونتحبس هنركب عربية البوكس على طول، ما تقلقش. ابو حبيبه تاني بيقول لك ليه العوج مرتاح والعدل تعبان. بص يا ابو حبيبه، نفتكر السؤال اللي فات بتاع السلكان. هو العوج بيمشي عوج فايه بتلاقيه يسلك بقى، خد بالك. لكن اللي ماشي عدل بيلاقي بقى طوب وزلط ما هو مش واخد باله بقى، ما هو ماشي عدل فيتكعبل، خد بالك ايه، نجفه يروح خابط فيها، سور يروح لابس فيه. لكن العوج بقى عارف منين يروح داخل منين، زي التعبان كده هو كده، مش فاهمني؟ فلازم يبقى مرتاح. لكن العدل لازم يخبط في الحيطه، طبيعي يعني. محمد ياسر برضو فان سمول فان كده بس حلو يعني. بيقول لك ايه رأيك في رامز جلال السنة دي وخصوصا مع ياسمين عز؟ بص يا سيدي، هو رامز جلال من كام سنة ما بقاش يضحك ما بقالوش لازمة يعني، برنامج محدش بيتفرج عليه يعتبر. بس هي الفكرة في الأول لما بيجي يقصف جبهات والكلام ده، بس عادي، ايه 100 ألف 200 ألف أخدهم في جيبي وأنا مروح مكسوف جبهتي، ايه يعني المشكلة؟ مش فارقة. وأخش أتشقلب برضو في المقلب وأمثل وأتفاجئ ومية مية وآخد فلوس عادي، واخد بالك؟ مية مية. تاني حاجة ياسمين عز، ايه يعني ما الستات عندها دينا الشربين عادي، حد كلمه؟ لا، احنا ورانا برضو ياسمين عز، واحنا وراك يا ياسمين، وكملي وما تقلقيش. واحدة بتقول لك انا نفسي اما اموت اخش الجنة مع الراجل، احنا بقى نكسفها؟ ده ما ينفعش. دي حاجه بغض النظر بقى عن المظلات اللي كانت لابساها في عينيها والفرعون الصغير والفرعون الكبير وفضلت تمسح في نفسها عشان تبين للراجل ان هي بيضه. ده كله مش مشكله، واخد بالك انت؟ بس كفايه ان هي ورانا ومديانا نفس ان احنا نحارب يعني. محمد سعيد بيقول ليه سموا قرية حانوت بهذا الاسم، وليه المثل الشهير وانت رايح حانوت خد غداك لحسن تموت؟ انت ممكن تسأل طرشوبي عادي، بس يعني ممكن افتيه. حانوت دي ممكن تبقى فرعونية يعني. والمثل ده بيقول لك من كام يوم لسه قاتلين واحد، طلعوا قاتلينه. فمحمد يا سعيد، يا محمد يا ابو سعيد، يا محمد يا ابو سعيد، خلي بالك ما يعني ايه، انا مش هقدر اتكلم فلا تعليق. واللي طلع المثل ده يضرب بالجزمة عادي يعني، ايه الجديد يعني؟ المهم ما نموتش.